النشرة والرئيسة من الاقتصادية الأولى، والبداية بأبرز العناوين. وزير الاتصال محمد العقاب يعرض مشروع قانون السمعية البصرية. المحافظة السامية للرقمنة تعلن عن صدور أول قانون للرقمنة بالجزائر العام المقبل. حملة المقاطعة لسلع الشركات الداعمة للكيان الصهيوني بدأت تؤتي ثمارها. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى التفاصيل. بداية، عرض اليوم وزير الاتصال محمد العقاب مشروع قانون السمعية البصرية بالمجلس الشعبي الوطني. وخلال جلسة المناقشة أكد العقاب أن القانون سينظم القطاع من خلال عدة مواد ونقاط، من بينها اشتراط الخبرة في المجال بفترة لا تقل عن 10 سنوات لتولي منصب المسؤولية. كما سيحمي مشروع القانون القنوات التلفزيونية من الاحتكار. يسعدني اليوم أن أعرض بين يديكم ملخص لمضمون مشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري. يراعي ويأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع السمعي البصري، وبدون ما نغفل أنه يتماهى إذا حبينا مع واقع أو مع خصوصية قطاع الإعلام في الجزائر. سوف ينظم عملية الإنتاج السمعي البصري بمعنى الوكالات الإنتاجية التي تقوم بعملية إنتاج البرامج وغيرها. أولا، هذا القانون يضمن استمرارية أو يحافظ أو يضمن استمرارية الخدمة العمومية من خلال إيلائه بعض العناية أو الاهتمام بالقطاع العام. ثانيا، ينظم، وفيه إضافة مقارنة بالقانون السابق، ينظم نشاط قطاع السمعي البصري بمفهوم القنوات التلفزيونية، ثم يضاف إليه النشاط السمعي البصري عبر الإنترنت. إذن على ذلك قلنا مواكبة للمستجدات التكنولوجية. والقانون يتفرد بالتمييز أو بتخصيص طبيعة القنوات التلفزيونية في أن تكون قنوات موضوعاتية، وبإمكانها أن تكون أيضا قنوات عامة. صدر في العدد 70 من الجريدة الرسمية قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتضمن جملة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات. ويرتقب القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13% لتصل إلى قرابة 9000 مليار دينار، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14700 مليار دينار، أي زيادة بنسبة 6.7%. ويتوقع النص ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دينار، منها 848 مليار دينار من سوناتراك، و400 مليار دينار من أرباح بنك الجزائر. كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود بأن قانون الرقمنة سيصدر بداية السنة المقبلة، حيث أشرفت الوزيرة على انطلاق الورشات الوطنية لإعداد استراتيجية الرقمنة في الجزائر التي جرت فعاليتها بالمركز الدولي للمؤتمرات. خالدة تفليس والتفاصيل.
تحقيق الشمول الرقمي لبلوغ السيادة الرقمية بالجزائر هو الهدف الأساسي للورشات الوطنية لإعداد استراتيجية الرقمنة، والتي شارك فيها أزيد من 350 مختص وخبير في مجال الرقمنة. الورشات التي تدوم ل3 أيام سيتم التطرق فيها إلى الإسراع في رقمنة القطاع العمومي، وكذا طرق تطوير قطاع الاقتصاد الرقمي والشمول المالي في الجزائر. هذا اللقاء الوطني الأول لجمع كل الفاعلين في مجال الرقمنة. أكثر من 360 مختص في الميدان حيشارك معنا في ال3 أيام هذوما خلال الورشات. قانون الرقمنة هو من الأساسيات، هو من الأساسيات تجسيد التحول الرقمي. حطينا يعني أجل إن شاء الله يا ربي ما نتعداوش الفصل الأول إن شاء الله من 2024. المشاركون في الورشات أكدوا على توفير البيئة الملائمة لتحقيق الشمول الرقمي، إلا أنه وجب على الدولة الجزائرية الإسراع في إطلاق قانون الرقمنة الذي سيسهم في إنعاش واقع الاقتصاد الرقمي بعد أن بات ضرورة حتمية لا بد من بلوغه. هذا الملتقى غادي يكون فيه يلم الشمل اولا، لانه كان فيه خبراء وفيه معاملين اقتصاديين وفيه ايضا من القطاع العام والقطاع الخاص. والهدف من هذا الشيء هو اخذ كل الخبرات، كل الاقتراحات اللي تكون بالنسبه لكل الخبراء الموجودين في هذا الملتقى. غايه من غايات التحول الرقمي هو الشمول الرقمي او التحام الفجوه الرقميه. نلاحظ أن الدولة الجزائرية يعني والسلطات العليا يعني تسرد موارد كبيرة لرقمنة القطاعات، وخصوصا لتقديم خدمات رقمية على الخط للمواطنين، لكن هناك نقص في الوتيرة ونقص في لا كورديناسيون، دونك في التعاون فليكن كذلك ما بين القطاعات. تعتبر الرقمنة المحور الأساسي في حوكمة كل التعاملات لتدعيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. الواقع العالمي الذي وجب على الجزائر بلوغه من أجل ضمان قاعدة اقتصادية تواكب التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم. أعلنت كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة النقل عن استحداث منصة رقمية متعلقة بالاستماع إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل نشاطاتهم. سعيد طباوي والتفاصيل. استحداث منصة الإصغاء الخاصة بالطرح والاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة بالنقل واللوجستيك هي منبر إلكتروني يعول عليه قطاعات التجارة والنقل للرفع من مستوى حجم الصادرات خارج المحروقات. نتمم عملية استحداث منصة الإصغاء، ولاحظنا نوع من الارتياح والقبول من جانب المتعاملين الاقتصاديين بعد استحداثها، والتي سوف تسمح لهم بالتعبير وإيصال انشغالاتهم وحتى مشاكلهم اليومية التي يلاقونها مع المتعاملين الأجانب. سوف تسمح لهم من جهة أخرى بتوفير الوقت عبر الحصول على حلول فورية لانشغالاتهم، وأيضا القضاء المباشر على البيروقراطية التي تبطئ عملية التعاملات التجارية. رقمنة القطاع وتدارك الاختلالات الحاصلة قصد إنجاح عمليات التصدير على مستوى الإدارة، خطوة تزيح العراقيل التي لطالما وقفت في وجه المتعاملين الاقتصاديين لسنوات. حضورنا لقاء الامس اللي هو كان ورشه مفتوحه خاصه يعني لسماع الانشغالات الخاصه بالمتعاملين الاقتصاديين. الشيء هذا اللي نشوفوه اليوم هو انه فيه سياسه قويه للسيد رئيس الجمهوريه، وفيه يعني اراده قويه للدوله الجزائريه انها تمضي قدما لاصلاحات التي نرى انه هذه الورشات وهذه تدخل في يعني في الاصلاحات اللي حث عليها السيد رئيس الجمهوريه لتطوير قطاع الاقتصاد وتطوير قطاع النقل واللوجستيك والخدماتيه فيما يخص التصدير، لانه الجزائر كما هو معلوم انه كانت غايبه على الساحه الاقتصاديه والمبادلات التجاريه الافريقيه والدوليه. تكثيف ورشات العمل بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين فضاء من شأنه أن يسمح بمشاورات عملية فعالة
وتطوير الهياكل وتنمية المهارات في قطاع النقل واللوجستيك بهدف تحسين نوعية الخدمات وتلبية احتياجات المصدرين خارج المحروقات مستقبلاً. نظم مخبر الصناعات التقليدية بالتنسيق مع كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ملتقى دولي حول آليات تفعيل الاقتصاد الثقافي في ظل التنمية المستدامة. منيا حنون والتقرير التالي. تفعيل الاقتصاد الثقافي في الجزائر في صلب موضوع الملتقى الدولي المنظم بجامعة الجزائر 3، أين تم تسليط الضوء على آليات تجسيده في ظل التنمية المستدامة بناء على أسس علمية وتجارب دولية. على المستوى الخارجي تقريبا التبادلات الثقافية في الجانب الاقتصادي تمثل أكثر من 1 تريليون دولار، تقريبا 9.938 مليار دولار على المستوى العالمي. نطمح إلى أن يكون الجزائر نصيب مهم من هذه التبادلات الثقافية، ولن يتأتى هذا النصيب إلا بتكوين إطارات كفء على مستوى الجامعة. ارتفاع أرقام إيرادات القطاع الثقافي في الدول المتقدمة مقارنة بما هو عليه في الدول النامية يستدعي الوقوف على نقاط قوة وضعف هذا التخصص في الجزائر من خلال رسم استراتيجية ثقافية اقتصادية ملائمة تسوق محليا ودوليا. نحاول تسليط الضوء في هذا الملتقى لإثبات أهمية الاقتصاد الثقافي علميا وفائدته لرفع الإيرادات والتوظيف والمساهمة في التنمية المستدامة، وبهدف خلق قيمة مضافة إلى جانب تعزيز الصناعات الثقافية الاقتصادية. تبرز محاور أساسية على غرار تنشيط السياحة الثقافية والمقاولات الثقافية، سيما تفعيل دور السينما كمحرك فعال للاقتصاد الثقافي. من بين الآليات التي تساعد في تمويل الخزينة العمومية عن طريق الاقتصاد الثقافي، هناك مثال على ذلك السينما. كون السينما هي لها دور كبير في عملية إيرادات الأفلام السينمائية. هناك عملية دعم وتشجيع الاقتصاد الثقافي من حيث دعم المهنيين في القطاع الثقافي. واقع القطاع الثقافي بالجزائر لم يحظى بالاهتمام الكافي في شقه الاقتصادي حسب مختصين، رغم دوره الهام في تنويع المداخيل لكونه مجالا مولدا للثروة ومحركا لقطاعات اقتصادية أخرى. توقعت المصالح المكلفة بالصيد البحري لولاية يسكيكدا بلوغ عتبة إنتاج الموارد السمكية إلى نحو 12,000 طن، حيث أكد مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية أن تفعيل نشاطات مشاريع تربية المائيات أحدث طفرة نوعية على المردودية. من النجاح. توقعات بوصول إنتاج الموارد السمكية في ولاية سكيكدا إلى 12,000 طن نهاية سنة 2023، وهو ما أكده مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، الذي أرجع أسباب تطور إنتاج السمك إلى عوامل عدة، أبرزها دخول مزرعة متخصصة في تربية الأحياء البحرية حيز الإنتاج لأول مرة بولاية سكيكدا، كما تم إنتاج 7,071 طن من الأسماك الزرقاء، و708 طنا من الأسماك البيضاء، و206 طنا من القشريات، و25 طنا من الرخويات، و285 طنا من الضراد الملكي منذ جانفي الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج الصيد الداخلي في سدي القنيطرة وزيت العنبة. السنة الجارية شهدت أيضاً دخول حيز الاستخدام وحدة تربية الأحياء المائية ببلدية المرسى باستخدام الأقفاص العائمة، وهي قادرة على إنتاج ما يصل إلى 800 طن من أسماك الضراد الملكي، لا سيما توجه السلطات إلى بناء الأحياء المائية لأسماك الضراد الملكي والقاروص في شهر أوت الماضي بطاقة إنتاجية تقدر ب 420 طناً.
وفي سبيل تحقيق الاكتفاء الغذائي المحلي بصورة أكبر، تم منح الامتياز للمستثمرين غرب ولاية سكيكدا قصد استحداث مزرعة نموذجية في استزراع بلح البحر بطاقة إنتاجية تقدر ب50 طن في السنة، ومن المنتظر أن تعود بالخير الوفير. كما تهدف هذه الاستثمارات المخصصة لتربية السمك كاستزراع الجمبري والدوراد وغيرها من الحيوانات البحرية إلى ضمان جودة الإنتاج المحلي وتحسين القدرة الإنتاجية للموارد السمكية في المنطقة وتحقيق الاكتفاء الغذائي وطنياً. شهدت بعض الأسواق الوطنية ارتفاعاً ملموساً في أسعار الخضر والفواكه، وتأتي التقلبات الجوية في مقدمة الأسباب الرئيسية لهذه الزيادات في الأسعار. التقرير لسارة علالي. الارتفاع المفاجئ لأسعار الخضر والفواكه يطرح عدة تساؤلات حول أسباب حدوثها في ظل غياب الرقابة، من بينها الظروف المناخية المتقلبة التي تأتي في مقدمتها حالة الجفاف التي تشهدها معظم الأراضي الفلاحية حسب رأي رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين. نشوفوا باللي في نفس الفترة من السنة الخضر والفواكه زادت تقريبا بنسبة 15 إلى 20% في نفس الفترة من السنة الماضية، وهذه عندها على كل حال أسباب. بين الأسباب يعني المباشرة هو معناها التغيرات المناخية والجفاف والغلاء نتاع البذور والمدخلات الفلاحية بصفة عامة، الأدوية والأسمدة. لذلك يعني احنا كنا يعني لفتنا الانتباه إلى ضرورة يعني تدعيم الفلاح. وعن توقعاته للفترة المقبلة قال حديثا أن النتائج الإيجابية تبدأ من خلال تحسين ظروف الفلاحين خاصة في مجال المكننة حتى يستطيع الفلاح الإنقاص من الكلفة المرتفعة من خلال تنظيم هذه الشعبة وتحسين ظروفها. الفلاح لازم يدعم بهذه المدخلات الفلاحية باش يحسن الإنتاج كما ونوعا ويقدم للمستهلك يعني مواد فلاحية ولحوم يعني في متناول القدرة الشرائية نتاعو. إنشاء مزارع نموذجية محمية من الظواهر الطبيعية وتوفير مياه السقي والتفكير في جوانب قضية التنظيم الاستراتيجي للفلاح سيسمح بعودة الأسعار إلى مستواها الطبيعي وسيدعم إنتاج الخضر والفواكه بالكميات التي تفيد المستهلك. دولياً تتوسع حملات مقاطعة الشركات الأمريكية والأوروبية الداعمة للكيان الصهيوني تدريجياً لتحقق الدعوات للمقاطعة نتائج إيجابية على المنتجات المحلية. مزيداً من التفاصيل مع نور اليقين العرشي. دعوات مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني أحدثت صدى واسعا في العديد من البلدان العربية وفي العالم، حيث جعلت عددا كبيرا من الشركات تنفي صلتها بالعدو الصهيوني، ما زاد من فعالية الرأي العالمي وإصدار قرارات بخصوص دعم التوجه المجتمعي لمقاطعة منتجات وبضائع الشركات التي أعلنت مباشرة دعمها لجرائم الحرب. الشركات المصرية استفادت من حملة المقاطعة هذه حيث وجدت نفسها أمام اختبار صعب يتمثل في تلقيها مئات الاتصالات على مدار الساعة، بدءاً من نقاط بيع التجزئة وسلاسل المطاعم إلى غاية البحث عن المنتج البديل للمياه الغازية ذات العلامات التي تمت مقاطعتها، مما أدى إلى تضاعف عدد موظفي الشركات في أقل من شهر، بعد أن كان عددهم قرابة 60,000 موظف. من جهة أخرى يرى الخبراء الاقتصاديون أن الحرب على غزة جاءت وجلبت معها دعوات بمقاطعة البضائع الغربية التي قد تكون بداية لزيادة الطلب على السلع المحلية وتشجيع المنتجين على عرض سلع بديلة للسلع المستوردة. كما عملت المقاطعة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات الصناعات التي حققت رواجاً وأرباحاً معتبرة، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة والمنتجين المحليين ورأس المال الوطني في تلبية احتياجات السوق من المنتجات التي تمت مقاطعتها. قبل أن نفترق إليكم أبرز ما جاء في العناوين. وزير الاتصال محمد العقاب يعرض مشروع قانون السمعي البصري.
المحافظة السامية للرقمنة تعلن عن صدور أول قانون للرقمنة بالجزائر العام المقبل. حملة المقاطعة لسلع الشركات الداعمة للكيان الصهيوني بدأت تؤتي ثمارها. ختام النشرة، متابعة طيبة لبقية برامج الاقتصادية الأولى. إلى اللقاء.